جوزك مدمن اهربي فورا، وده لان انت بتكوني في خطر دايم. انا بقول كده لان في واحده اسمها رانيا صلاح الله يرحمها اتطعنت 44 طعنه، من ضمن ال 44 11 طعنه اتوجهوا للجنين، وفصل رقبتها عن جسمها، يعني دماغها بقت في حته وجسمها بقى في حته. طبعا بعد ما خد مؤبد نزل من المؤبد ل5 سنين، لان المحكمه قالت يا جماعه ان هو مش في كامل قواه العقليه، لان هو كان مدمن من 2008. وهي كانت بتقول لابوها كمان ان هو كان بيبص لها بصات غريبه. فبالتالي المدمن مش بنعالجه، المدمن بنبعد عنه. انا مش منقذ لحد، انا مش مسؤول عن انقاذك. انت مدمن، ابعد عنك حتى لو هبات في الشارع، لان المحكمه والقانون والشرع ليه اعتبارات كبير. وده يذكرنا لحديث ابن ماعز اللي راح للرسول وقال له يا رسول الله انا زنيت. فالرسول قال له امشي امشي اكتر من مره، 3 مرات، جاله بعد المره الرابعه، والرسول قال يا جماعه انا اسال هل به جنون؟ ابن ماعز ده هل جنون؟ يعني الرسول ما جابوش كده وقام راح رجمه. لا، هو سأل الأول هل به جنون ولا لا. معنى كده إن الجنون ممكن يعفي من العقاب وممكن يخفف العقاب. فأنت ما توقعيش نفسك في المشكلة دي. جوزك مدمن، ابعدي عنه فورا، لأن أنت بتكوني الضحية الأولى والأخيرة. ربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها. رامي عبد الحليم، تابعوا.